أنا الآن متجه إلى واحدة من أشهر أساطير تركيا اللي انبنت لها قلعة كاملة في وسط البحر. نرجع بالزمن للقرن الثاني عشر على أيام الإمبراطورية البيزنطية. انبنت قلعة اسمها قس كالاسي أو قلعة الفتاة في نص البحر، وبالقرن الثالث عشر رجعوا عادوا بناء هذه القلعة وقووها. بس سؤال، شو قصة هاي القلعة؟ القلعة ما اشتهرت بس بشكلها وتصميمها، بل اشتهرت بأسطورة بيحكوها الناس ليومنا الحالي. بيحكوا إنه القصة وما فيها إنه كان في حاكم عنده بنت وحيدة، ولما انولدت هاي البنت راح للكهنة عشان يسأل عن مستقبلها، وقالوا له للأسف بنتك راح تتوفى بلدغة أفعى وعمرها 19 سنة. الملك أول ما سمع هيك انصدم، وبعد تفكير عميق قرر إنه يحمي بنته بس بطريقة مختلفة شوي. قرر إنه يبني لها قلعة بنص البحر بعيداً عن الأفاعي. صراحة فكرة رهيبة، بس يا ريتك ما فكرت. المهم البنت عاشت وكبرت هون وصار عمرها 19 سنة، والملك عمل حفلة ودعا كل الناس. يعني يا جماعة ممكن ننتظر شوي عبال ما البنت حتى يصير عمرها 20 سنة. أثناء الحفل تقدمت الامرأة من أحد المعازيم للبنت وأعطتها سلة عنب، وبلشت البنت تأخذ منها العنب وتأكل. ما بتعرف إنه جوا هالسلة كانت في أفعى، وطلعت الأفعى ولدغت البنت وماتت البنت.